بعد كل بقى كمية العنف اللي احنا تعرضنا ليها والاكتئاب والضغط من المجتمع ومن الشريك اللي معايا ومن اهلي، ايه الخطوات العملية اللي اعملها عشان اتعافى من كمية التأثير السلبي اللي حصل لي على مدار السنين دي؟ ان احنا ما ننكرش بقى ونسمي ان ده عنف بجد وده ايذاء بجد. يعني فكرة اول خطوة اصلا ناحية الشفاء الانسان يعترف ان هو مأذي، دي اول حاجة. اوكي. تاني خطوة بقى ان انا افرغ بقى الغضب. في ناس بقى بتعمل لك ايه، بتقول لك خلاص انا مأذي انا مسامح، عارفين الخطوة اللي بعدها مسامح. كده كده هنوصل ان شاء الله للغفران وكل حاجة، بس ما ينفعش يبقى تاني خطوة او اول خطوة هي الغفران، لازم نتاخد كده بالراحة. فانا محتاجة ان انا افرغ الغضب. طلعه في مكان امن، طلعه مع واحدة صاحبتي، اطلعه مع مشيرة نفسية، اطلعه في ورق اسمه طلع، بس هو بيبقى صعب شوية. فانا محتاجة موقف كل اللي يجي في ذهني موقف اعبر عنه. بس عارفه في حته كده الستات بتحبط عندها وتروح بقى راجعه مكانها تاني، انه ببتدي بقى احط حدود وهعبر عن نفسي، ولو سمحت الطريقه دي مش مقبوله، او ابتدي بقى اتكلم، فتلاقي كده ايه تريقه طلعت فجاه انه ايه ده والحلوه طلع لها صوت، ايه ده ايه الحلاوه دي. فتحسي بقى انه حتى دي كمان بس انا لما فتروحي برضو راجعه لورا تاني. بس الحته اللي كنت بقصدها يا مريم مش اللي اقصده دلوقتي الحدود، يعني الخطوه اللي قبل الحدود ان انا بعبر مع نفسي، بطلع الغضب. مش اقصد اقول الغضب ده نروح بيه للشخص، اقصد اقول الغضب ده طلع بيه عشان انا ده غضب متراكم من سنين لازم يطلع. خليني اكمل في حته الخطوات بتاع الشفاء يعني بالظبط عشان توصل لكم صح يعني. خطوه كمان ان انا ابتدي ادي معاني تانية للي حصل. ما هو خلي بالك ايه، هو مثلا شخص بيقول لي ما صاحبتك بص بتعمل ايه وايه وانت ما حصلتيش حد ولا انت فاشله، فانا صدقت في وقت من الاوقات. فانا محتاجه اعمل ايه؟ هطلع غضبي الموقف ده واعيد صياغته تاني. لا هو انا فاشله في ايه، انا بعمل كذا وكذا وكذا، وهو اصلا شافني بزاويه مريضه مش بزاويه صحيحه، فانا ما ينفعش اصدق ده. فانا اكني ببتدي اعيد ترجمه وصياغه تاني الحاجات اللي انا صدقتها، لان يعني مش هينفع انا نفسي كلام حقيقي في المواقف الحقيقيه اللي حصلت، مش الكلام اللي هو شافه من وجهه نظره. اكني برجع للمواقف دي واقول لا ستوب بقى. يعني انت مثلا يا ساره انت قلتي لي يا امل انت اصلا فاشله كأم، فمعلش انا صدقتك في وقتها ان كنت ضعيفه، دلوقتي ايه اللي يثبت اللي خليني اصدق ان انا فاشله بجد؟ لا يا ساره معلش وقف لحد هنا، فانا بعمل كذا وكذا وكذا وكذا، فانا ما ينفعش يتقال عليا فاشله دي ما بتحاولش خالص. فالمواقف اللي انا بنيت صوره عن نفسي فيها سيئه انا محتاجه ان انا اعيد صياغتها تاني. حاجه كمان ان انا يبقى لي مجتمع امن بقى، يعني حتى لو شخصيه في حياتي واحده ست صاحبتي، مجتمع امن فيه احس بالامان، يعني ابتدي ارسم صوره عن نفسي حلوه. واخر نقطه هي بقى ان انا اخد بالي من نفسي، رعايه النفس، ان انا لان في رفض حصل لنفسي، فانا محتاجه اطمن نفسي واطمن الجهاز العصبي واطمن الجهاز العصبي اللي كان خايف كان مرعوب، لا ان انت في امان. فبعمل زي روتين لنفسي، بعبر عن حب النفس، احترامي ليها لان انا فقدت الاحترام، فمحتاجه اعمل حاجه شبه كده بحيث ان انا استعيد العلاقه مع نفسي. طبعا كل ده بيتغلب بالعلاقه مع ربنا، يعني العلاقه بقى مع ربنا ان انا اشوف قيمتي في ربنا. سوري انا يعني في الاول كاني انا بصالحني، يعني لو قلنا كتعبير بصالح نفسي في الاول وبعدين بظبط علاقتي بربنا. مش قصدي بعدين، كل ده بيغلفه اصلا إن من اول خطوه هي العلاقه مع ربنا، من اول خطوه باينه، بس بالتدريج ان انا ببتدي اشوف نفسي في ربنا. اصلا ربنا شافني حلوه، شافني جميله، شافني ليا قيمه. لو الاخر ما شافهاش فدي مشكلته، ان انا بطلب دعم من ربنا، انا بطلب ان ربنا يدعمني يقويني يساعدني، لان احنا هنقدر نعمل كل ده ازاي، نشفى ازاي من غيره. يعني لو احنا بنتكلم عن الخطوات اللي بعملها مع نفسي والخطوات اللي انا اخد ناحيه مشاعري واعبر واعيد تاني صياغه اللي حصل، انا كمان محتاجه اطلب من ربنا معونه، عشان في كل الخطوات دي هي ربنا لازم يكون موجود وحاضر فيها. ده اللي اقصده يعني.